هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. ومستمعي ومستمعات صوت المنتدى، سأكون معكم أنا صلاح محمد زين في ساعة يوم الأربعاء 24 من ديسمبر، والتي نستهلها بمحطات القيسي وتحت عنوان الشعبية، الحزب وصناعة الدكتاتور. ثم نستمع لنداء الإذاعة للاهتمام بالمعتقلين المغيبين في معتقلات النظام في إريتريا. يلي ذلك قراءة للزميل يوسف بوليسي حول وهن النظام والحاجة إلى مقاومة فعالة. وقتا طيبا ومفيدا أرجوه لكم مع فقرات ساعة هذا المساء. الفجر سد ببان القمح طالع في الغيطان أناديل بيشق قلب الليل ويزعق أذان ضيق على ألمي وعلى كلمتي وانكر ودبر ليا والأمتي انت اللي زاين والزمان دوار وتعيش على مر الزمان كلمتي علي حيطان السجن يا سجان واخنق خيوط الفجر سد بيبان القمح طالع في الغيطان أناديل بيشق قلب الليل ويزعق أذان انهب ظلمك ظهر كل الناس واسقي الغلابة من مرار الكاس زود جنودك واقدر الحراس الحق طالع يقلعك بالأساس علي حيطان السجن يا سجان واخنق خيوط الفجر سد بيبان القمح طالع في الغيطان أناديل محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. موضوعنا لهذا اليوم هو عن الشعبية والحزب وصناعة الدكتاتور. برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة في منتهى القرابة قليلا،
وهو الحديث عن الحزب السري الذي كان يقود الجبهة الشعبية ودوره في التحول. وحاليا هناك إحدى الكتب التي تتناول هذا الحزب ألفه أحد كوادر الجبهة الشعبية، وشخصيا لم أقرأ الكتاب ولست مهتما به كثيرا، لأن لدي قناعة شبه تامة بأنه يستحيل أن يتناول أي شخص كان تاريخ هذا الحزب بشمولية مطلقة باستثناء قيادته التاريخية، أي المؤسسين والذين أعلنوا وفاته. وذلك لسبب بسيط جدا، هي الحالة السرية والكتمان التي طغت على هذا الحزب، بحيث أن أي كادر على أي مستوى لا يمكن أن يلم بكل شيء إلا على مستوى المحيط الذي يعمل فيه. أما ما ينقل من هنا وهناك فهي تبقى في إطار معلومات متضاربة تحمل من الإشاعات أكثر من الحقائق. وللأمانة التاريخية فإن هذا الحزب لعب دورا محوريا ومركزيا في بلورة واقع كان قادرا على خلق قوة قادرة على مواجهة العدو الإثيوبي، وفي مرحلة دقيقة من عمر الثورة، وفي الحفاظ على توازن القوى المؤسسة للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. والسؤال المركزي في رأيي والمهم، إن كنا نريد تلمس الحقيقة يجب أن نبدأ من ما هي الجبهة الشعبية وليس ما هو هذا الحزب السري. إن الإجابة على هذا السؤال المركزي قد يقود إلى شيء ما من الحقيقة الضائعة. فالجبهة الشعبية أو قوات التحرير الشعبية هي عبارة عن تحالف بين أبناء المرتفعات التجرينية وأبناء البحر الأحمر مع خليط من أبناء الساهو والعفر، وكلا القوتين انفصلتا عن جبهة التحرير الإريترية لأسباب لا حصر لها. فالأخوة التجرينية تعرضوا على نوع من التصفية وعدم الثقة من قبل القوى التي كانت مهيمنة على جبهة التحرير حينها. أما أبناء البحر الأحمر فقد تعرضوا إلى الاعتقال والإقصاء، ولو إن حقيقة الأمر إن القيادة العامة لجبهة التحرير الإريترية كانت تستهدف بالدرجة الأولى المرحوم عثمان صالح سبة الذي كان المهيمن على العمل السياسي في الخارج والإمكانيات التي تأتي عبرها المال والسلاح. أما الشخص الآخر فهو الأخ محمد علي عمرو، وهو القائد الميداني وذو التأثير الفاعل على أبناء الشرق. هاتين القوتين هما العصب والعمود الفقري لما يسمى أو ما سمي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. وبين هاتين القوتين كانت هناك مجموعات تعد بالأصابع تتطلع إلى توحيد الأداة الثورية من خلال تبني نظرية سياسية ثورية وتسعى إلى القضاء على الجميع. وقد لعب الأخ محمد علي عمرو دورا رائدا في إفساح المجال لهؤلاء العناصر كي يكون لهم دورا فاعلا في إطار التجمع الذي كان تحت سيطرته. ومن الوهلة الأولى بدأت هذه المجموعات في تأكيد وجودها عبر تأسيس مدرسة الكادر، وبدأت في تأطير الشباب الحاصل على مستوى معين من التعليم أو الآخرين الذين يجدون فيهم ميلا أو استعدادا لقبول التوجهات الوطنية واليسارية. أما الجانب الآخر أي تجمع أبناء التجرينية فقد كان لغزا محيرا لا يعرف عنه إلا شخص واحد، وهو الحلقة في الاتصال الرئيس إسياس أفورقي.
وقد لعبت العلاقات الخاصة بين إسياس ورمضان محمد نور دورا كبيرا في التقارب بين الجانبين. ومع تراكم العقد التي مروا بها في تجربتهم في جبهة التحرير الإريترية، فقد كانت علاقة الجانبين فيها من النفور أكثر مما يمكن أن يتفقوا عليه. تجانب أبناء البحر الأحمر وبالذات القوى الديمقراطية الصغيرة التي بدأ أن يكون لها شأن، كانت ترى في هذا التحالف وجدبه عامل قوة وردع لجبهة التحرير الإريترية وأرضية لتوسيع قاعدة القوى الديمقراطية، بينما القوى الأخرى الجانب الثاني التجرينية كانت مهووسة في بناء قوتها الذاتية. ومدخلها لبناء هذه القوى هو الجانب الآخر والمدعوم من قبل عثمان صالح سبه، والذي بيده المال وبيده السلاح. ضمن هذا المناخ تأسس الحزب الثوري. لم يكن أي تمثيل للجانب الثاني باستثناء إسياس. أما وجود شخصين من أبناء التجرينية وهما الأخ مسمن حبس والأخ الشهيد معشم باي في عملية التأسيس، فهذا يعود أنهم محسوبون على الجانب الأول، إذ كان كلا الشخصين أعضاء قيادة قوات التحرير الشعبية. في التأسيس كانت هناك نقاط مهمة. أولا، المرور بمرحلة لمد الثقة بين الجانبين من خلال الكوادر. ثانيا، القيام بتوفير سلاح وذخيرة للجانب الثاني. ثالثا، أن تكون قيادة الحزب المنبثقة في هذا الاجتماع هي التي توجه كلا الجانبين، وهكذا كان. إلا أن مسألة اللقاء بالكوادر فقد تعنت إسياس حول لقاء كوادر الجانبين، بين قوسين للأهمية، بعدها بزمن طويل بررها الشهيد إبراهيم عفا في نقاش معي بأننا لم نكن نعرف معاناة الرجل مع جماعته، والواقع أنني لم أقتنع بهذه الإجابة وحتى هذه اللحظة. أما موضوع السلاح فقد كان يتوقف على مدى التقارب، وإلا فلا سلاح. وهكذا مات نصف الحزب، خاصة بعد أن غادرت القيادات التجرينية في الجانب الأول إلى الجانب الثاني، وساءت العلاقات بين الجانبين. في الأفق كانت هناك نذور تغيرات جذرية على المشهد السياسي كله. أولا، استعداد جبهة التحرير لعقد مؤتمرها الوطني، والذي قد يتخذ قرارات تصفية لقوات التحرير الشعبية إذا امتنعت عن الانخراط في التنظيم الأم. ثانيا، تنامي قوة الجانب الثاني التجرينية، إذ بدأت أعداد ضخمة بالالتحاق بهذه القوة. ثالثا، بوادر أزمة سياسية بدأت تتبلور في إثيوبيا. وهكذا استمرت القطيعة، ولكن الجانب الأول استمر بصورة حثيثة وبقيادة هؤلاء أصحاب فكرة الحزب الثوري، وعلى رأسهم المناضل الشهيد أبو بكر محمد حسن، لجمع شمل الشتات ضمن رؤية جديدة. فجرت محاولات لمد الجسور مع تجمع آخر من أبناء الساحل، كانت يوما ما قوة مؤسسة لقوات التحرير الشعبية، وعرفت بجماعة أبو طيارة، وتم ضمها عبر مؤتمر، كما تم التخلص من الوجوه التقليدية في القيادة. واصل هذا الطريق العمل بروح الحزب، ولكن دون حزب. أما الجبل الثاني فعقد مؤتمره وانتخب قيادة جديدة، وبدأ خطوته الثانية بتجاوز حلفائه والذهاب إلى بيروت للقاء بعثمان سبه، بينما الطرف الآخر حمل مقررات مؤتمره بتحجيم الجهاز السياسي وسافر أيضا إلى بيروت. وهكذا، ومن المفارقات التاريخية ومن سخريات القدر،
أصبح مؤسسي الحزب في حضرة المرحوم عثمان صالح سبه. أما منطلقات الحزب ومشروعه السياسي فقد وضع في الثلاجة. وهنا يجب أن ننبه أن هذا الحزب هو وليد الحاجة لمعالجات الأزمات، وليس قناعة تمتع بها المؤسسون الأوائل. في بيروت توصل المجتمعون إلى ثقة أن يعملوا على توحيد الجانبين. أيضا ومن سخريات القدر إن الجهة الأكثر إلحاحا للوحدة كانت الجهاز السياسي للأخ عثمان سبه، وقد يكون مرد ذلك هو الاستشعار المبكر من الحرب التي تعدها قيادة جبهة التحرير الإريترية. لم يمر وقتا طويلا حتى اندلعت الحرب الأهلية، وقد كانت استراتيجية جبهة التحرير الإريترية تقوم على تصفية الجانب الأول في البداية، ثم معالجة قضية الجانب الثاني. مع اشتداد عملية القتال انخرط الجانب الثاني إلى الجانب الأول، وأصبح الاحتكاك بينهما مباشرا، وأصبحت القضية مسألة وجود، نكون أو لا نكون. ولذا فإن السبب الأول والرئيسي في توحيد كلا الجانبين يعود الفضل فيه إلى جبهة التحرير الإريترية وحربها الأهلية. واستمرت المعارك حتى معركة درق السودان، والتي كانت فاصلة باستحالة التصفية. وصادف أن دخلت قوات التحرير الشعبية معارك مع جيش العدو الإشريبي في الساحل، ولمدة 16 يوما اضطرت فيها قوات العدو على الانسحاب. هنا تأكد بروز قوى لا يستهان بها قوامها الأساسي من الناحية العددية أبناء المرتفعات التجريمية، وتم دمج القوات واختيرت قيادة واحدة يرأسها إسياس أفورقي. لم يدم استقرار هذا التشكيل طويلا، فقد بدأت تحركات مجموعة من المثقفين من أبناء التجريمية بسحب البساط من القيادة ومن تشكيلة التنظيم، رفضا للقيادة وتحديدا عناصر محددة منها وعلى رأسها إسياس أفورقي. عرفت هذه الحركة بحركة 73 أو حركة المنكع، أي الخفافيش. حركة المنكع هي حركة خاصة بأبناء قومية التجريمية، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالتجمعات العرقية الأخرى. ويعود السبب حقيقة إنها كانت تعبيرا عن مدى تطور الوعي وتطور البنية الاجتماعية لقومية التجريمية. وهكذا أصبحت الحركة معبرة عن الفئات الأكثر تقدما وتطورا من المثقفين والطلاب. أما المناوئين لها من أبناء التجريمية فكانوا تشكيلة مختلفة، معظمهم الأكثر تخلفا وقلة في الوعي، ذات الأصول الفلاحية أو من هم على شاكلتها. المشكلة والقضية المحزنة في هؤلاء والتي أدت إلى نهاية دراماتيكية لحركتهم أنهم قفلوا الواقع وحقائقه والتجربة وإشكالياتها، وإهمالهم إلى العنصر المسلم المكون معهم لهذا التنظيم، إذ كان حكمهم على هؤلاء أنهم ليسوا أفضل من المكون المتخلف للتجريمية. وهكذا ودون وعي منهم توسعت الجبهة المناوئة لهم، وحينها أدرك البعض منهم المنزلق الذي سقطوا فيه، فبدأوا بتحالف مناطقي على أساس أن معظمهم من أبناء الكليكوزاي. ونتيجة لذلك انسحب البعض من أبناء حماسين من المثقفين منهم. وهنا يكمن ذكاء إسياس أفورقي، فهو اعتمد منذ البداية على العناصر الإسلامية، وتحديدا تلك التي كونت معه الحزب الطليعي يوما ما، والتي خذلها يوما ما أيضا، وأظهر نفسه وسوقها على أساس أنه ضد الكل
ضد حركة المنكع من ناحية وضد المناوئين لها، لأنهم جميعا أما خطرا على الحركة الوطنية أو عناصر مناطقية دينية متعصبة. وهكذا ميز السيد إسياس نفسه عن الكل، وجد من المتعاطفين الكثير ولا سيما الجانب الأول كله، فهو الشيطان الذي يعرفونه ولا يجب المراهنة حتى على الملائكة. وهكذا فشلت حركة 73، ولكنها تركت آثارا وندوب امتدت لسنوات طويلة واستخلصت منها العبر والدروس. أولها وأهمها تأكد بشكل قاطع للمنتصرين أنه لا يمكن قيادة هذا التنظيم، والذي توسعت قاعدته بصورة كبيرة جدا بدءا من عام 1973 كنتيجة لسقوط نظام هايلي سلاسي ومجيء نظام ذات سبقة يسارية، إلا بوحدة الأداة الثورية للقوة الديمقراطية. وكان ذلك إعلانا بإحياء الحزب ودوره. ثانيا، أدت الاضطرابات السياسية وسقوط هايلي سلاسي ومجيء ضباط الجيش ممن يحملون أفكار ذات سبقة سياسية يسارية إلى اهتزاز الطبقة الإقطاعية المسيحية ذات الولاء الإثيوبي، وإلى جانبها طبقة رجال الدين الكهنوتية، مما أدى إلى انخراط قومية التجرينيا بأعداد كبيرة إلى صف الثورة. نستخلص من هذا السرد ولو إنه قصيرا ومقتضب بثلاث نقاط أساسية في تاريخ الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وكيف صنعت طاغيتها وديكتاتوريتها. هذه الحقائق الثلاث هي اللبنة الأولى والأساس الذي قامت عليه الثلاثية التي صنعت تاريخنا: الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، الحزب الثوري السري، طغيان عنصر التجرينيا على التنظيم، صنعت الدكتاتور إسياس أفورقي. الحقيقة الأولى: الحرب الأهلية التي قادتها جبهة التحرير الإريترية هي السبب الأول والأساسي في وحدة الجانب الأول والجانب الثاني المؤسس للجبهة الشعبية، وإلا لأخذت زمنا طويلا. الحقيقة الثانية: حركة 73 المنكع في الشعبية وضبط توازنات القوى داخل الجبهة الشعبية هي الأساس الذي أدى إلى خلق حزب الشعب السري. الحقيقة الثالثة: الانقلاب على هايلي سلاسي ومجيء اتجاه ذات سبقة يسارية واستهداف الإقطاعية التجرينية أدى إلى نزوح أبناء التجرينية إلى الثورة وتحديدا إلى الجبهة الشعبية، كما ساعدت الحملة التي قادتها جبهة التحرير ومجموعة سبي ضد الشعبية إلى عزوف المسلمين من الانخراط فيها، مما جعل الشعبية هي المستقطب الأول للتجرينية. هذه الثلاثية هي اللبنة الأولى التي صنعت الطاغية، أما ما عداها فهي تفاصيل قاموا بها حملة المباخر والانتهازيين والمنافقين حتى ساعة كتابة هذا البرنامج. لكم التحية وإلى اللقاء في حلقة قادمة. أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية.
صوت المنتدى. نداء إذاعة المنتدى للاهتمام بقضية المعتقلين والمغيبين قسرا. من لأسرانا سوانا. قضية سجناء الرأي والمعتقدات الدينية في إريتريا هي محل اهتمامنا الدائم، وفي كل يوم وكل حين نجدد عهدنا لهم ألا ننساهم حتى ينعموا بالحرية ويعيشون فوق ثرى وطنهم وليس تحته. وسنعمل أيضا ما وسعنا من جهد لتكريس مفهوم الرفض القاطع للظلم والمطالبة بتحقيق العدل وبسط الأمن والأمان في ربوع إريتريا. إن كان في إريتريا الكثير من الأشياء السيئة، إلا أن أكثر أوجه القبح فيها هي السجون والمعتقلات التي أصبحت أكثر من المستشفيات والمراكز الصحية مجتمعة، حيث توجد سجون خاصة بكل لواء عسكري، وأخرى في كل معسكر، وثالثة في أي بلدة، وغيرها في معظم المدن، بحيث أصبح من الصعب إحصاء كل السجون. لكن يمكن القول أن عصبة الهجدف نجحت في توفير سجن واحد لكل 50 مواطن. هنالك سجون تحت الأرض، وسجون في عمق الجبال، وأخرى في جزر مالحة ورطبة، وغيرها في صحاري قاحلة، كلها تصادر حق السجين المختطف في معرفة مدة احتجازه أو حتى أسبابها، فضلا عن الانتهاكات الأخرى. توجد سجون كبيرة في أسمرة ومندفرة وكرن وعصب وبارنتو وأدارسر وقدم عصب ودهلك ونقفة، يقبع فيها العشرات من السجناء، مورس ضدهم الاعتقال والحجز التعسفي، وغيبوا دون توفر أي دليل أو اشتباه بقيامهم بأي عمل يخالف القوانين، بل على العكس غالبا ما تكون عملية الاحتجاز مخالفة للقوانين، نابعة من تعسف لا يحكمه أي منطق. ولا يتنافى هذا الواقع فقط مع ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل يتنافى أيضا مع كل الأعراف الإنسانية والقيم الأخلاقية. بين أولئك المعتقلين الكثيرين ممن تعرضوا لعقوبات جسدية تراوحت بين الضرب والحرمان من النوم أو الجلوس، والحشر في أماكن ضيقة، أو التعليق من مكان مرتفع، ووصل الكثيرون منهم لهاوية الجنون، بينما فقد بعضهم القدرة على التذكر والنطق والتحكم في الوظائف الجسدية. وحالة الشهيد زرؤبيدو درير مثال واقعي مؤلم. وهنالك الكثيرون الذين شلت أطرافهم نتيجة لتعرضهم للضرب أو للربط لأوقات طويلة، وبعضهم فقد القدرة على المشي والوقوف، وبعضهم فقد قدرات أخرى يصعب تعويضها. إذن ليس المطلوب هو فقط إطلاق سراح المعتقلين، بل المهم الآن هو وقف الانتهاكات فورا، وتقديم المسؤولين عن وقوعها للمساءلة القانونية. والأمر الدافع لهذه الوقفة وإطلاقنا لهذا النداء هو أن واقع المعتقلين في إريتريا يتعارض مع الفلسفة العقابية المتعارف عليها دوليا، وتلك المنصوص عليها في القانون الإريتري نفسه. ويتعرض الجميع لازدواجية في الجزاء، حيث يعاقب بعدد من أنواع العقوبات في نفس الوقت ولأجل غير مسمى، مما يضاعف وطأة العقاب الذي في الغالب ليس لديه أي سند. وكذلك وبالرغم من أن ما يتم في إريتريا أمر غير مسبوق ولا ينتمي للمصنفات العالمية بصلة، إلا أنه يمكن أن نسمي الاعتقال في إريتريا بأنه اعتقال إداري يصدر من جهة سلطوية رسمية تجاه مواطن كان يفترض أن يجد الحماية من تلك السلطة، ليصبح بلا أسباب واقعية معتقل دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضده، وربما للاشتباه أو نتيجة لأحقاد شخصية أو سعي من الأجهزة الأمنية ليقال أنها تعمل وتكشف الأحداث قبل وقوعها. وكما هو معلوم أن الاعتقال الإداري هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة.
وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في إريتريا، حيث مارسه رجال أمن نظام إسياس ضد كثير من الأبرياء الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة. ثم استفحلت تلك الممارسة الجائرة حينما أطلقت يد العسكر، فأصبح لكل منهم سجن خاص يلقي فيه كل عاثر حظ مسكين، يجرد من حريته ثم يجرد من حقوقه الإنسانية. طبقا للقانون الدولي فإن مثل هذا الاعتقال يمكن أن يكون قانونيا في ظروف معينة، لكن على ضوء الخطر الواضح من الاستغلال السيء لهذا الاستثناء، فقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه، بحيث يمكن إجراء الاعتقال الإداري فقط في الحالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مسا بحقوق الأشخاص المعتقلين. لكن الواقع أن الاعتقال الإداري في إريتريا يتناقض بصورة فظة مع هذه القيود، حيث يتم دوما تحت غطاء كبير من السرية لا تتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعا لائقا أو تواصلا مع محامين أو ذويهم. وقد احتفظت إريتريا خلال السنوات الماضية بآلاف المعتقلين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم، ودون السماح لهم أو لمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، بل دون الإعلان عن أماكن احتجازهم، وبعضهم لم يجرى معه أي تحقيق طوال فترة اعتقاله التي امتدت لسنوات طوال. عليه أسقط عن هؤلاء المواطنون الحق في الحرية والإجراء العادل، والحق في الدفاع، والحق في البراءة أيضا. ولأن القضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى نسعى إلى إعطائها ما تستحق من اهتمام، وسوف لن ندخر جهدا في إيصالها للرأي العام الدولي وللجهات المعنية، فهي ليست قضية أفراد بأي حال من الأحوال، فقضية المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير والمحتجزين عسفا هي قضية الآلاف من المواطنين الإريتريين القابعين في سجون معروفة وأخرى سرية، لكنها مرصودة وستقدم تفاصيلها للجهات المعنية، كما سنعمل على نشر تلك التفاصيل لتملك المعلومة للجميع. عليه نسعى ونطالب ونجتهد لإجبار نظام أفورقي على إطلاق سراح جميع المعتقلين أو محاكمتهم من خلال محاكم عادلة بسبب المخالفات المنسوبة لهم وفقا للاشتباه أو البيانات إن توفرت. هذا نداؤنا في إذاعة صوت المنتدى إلى أن تنفرج كربة هؤلاء المعتقلون جميعا، وإلى أن تقف ممارسة العسف وانتهاك الحقوق في إريتريا، وإلى أن يصبح العدل أساسا للحكم، وأن تكون المواطنة الحقة مكفولة للجميع في وطن يسع الجميع. ارفع صوتك دامك حر انت في حياتك، لا تسكت عن حقك وتعيش مظلوم لين ما ماتك. هذه حقوقك، اما انك تاخذها بالكفاح او انك تستسلم لهم وتصمد بالسلاح. في بلادي ظلم، كره، تعصب واحتلال، صمت وصمت قد يمد طغيانهم استمرار. اين الوحده؟ اين التعاون؟ اين الاخاء؟ راضي وناصر بلادك من ظلم اسياس، حارب وقاوم ودافع عنها بلا ياس. رجع زمن اجدادك اللي استشهدوا وراحوا، دافع وتكلم بلسان الاسرى اللي استباحوا. مليون إريتري عايش مغترب وحالته مهان، دام الحكومة تعذبك كيف تنتظر منها امان؟ احنا في حرب دائمة دامهم على الحكم باقيين، لازم نعلي صوتنا ونبقى دايما متماسكين. حصل على تسمية الرئيس الدكتاتوري، هل انتم كيف؟ الحديث عن الموضوع هذا شيء، لكن انا اعيش من ابسط الرؤساء، لا احتاج ان اكون دكتاتور، لانه هذا الشعب لا يحتاج الى دكتاتور، ولا يستقبل ولا يقبل بالدكتاتور يحكم، ولا يقبل بالدكتاتور. جماعة اهالي كهبت تقاوم في بلادي، تسلب حقوق تسلب اموال واصبحت تعادي. بلادي تنادي من يعيد الاستقلال، ومن يواسي شعبها ومن يفك الاحتلال. من يقودها قيادة صادقة بلا انتكاس، قيادة قائمة على المحبة بين الناس، قيادة تستعيد كل الاحلام والاماني وتشفي غير كل منا كان يعاني. بلادي تنادي من ينير دربها، من لديه لسان
الوطن يدافع عن شعبها، من لديه سلاح يواجه به الأعداء، من يقاوم ويعلن دوما لها الفداء، من يحارب جماعة هدف الهالكة، جماعة تدعو للشر، جماعة فاسدة، جماعة أثارت في قلوبنا الغضب، فأصبح الشعب دوما يمارس العتب. نعم لدولة المساواة، ارحل يا إزاز، امديني بالكي، امديني بالكي، هو المدعي. صوت المنتدى. وهن النظام لا جدال فيه، فما أحوجنا لمقاومة فعالة. يرسح شعبنا منذ الاستقلال في عام 1991 تحت وطأة القمع والتسلط الدكتاتوري البغيض، وخلال هذه السنوات خلقت الطغمة الحاكمة نظاماً أكثر استبدادية من سلفها الاحتلال الإثيوبي الذي عاركناه طوال 3 عقود ببطولة وعزيمة لم يلين على الإطلاق. وحاول النظام منذ بداية مسيرة دولتنا الوليدة على غرس مفهوم الخنوع دون مساءلة إلى رموز السلطة في أذهان الناس، وتمادى عمداً في انتهاج خطوات متطرفة هدفها القضاء على مؤسسات المجتمع الاجتماعية السياسية والاقتصادية وحتى الدينية، أو حولها إلى مؤسسات تابعة أو استبدلها بمؤسسات صارمة تستخدم للسيطرة على المجتمع. ومحصلة كل ذلك أصبح شعبنا أكثر تشتتاً، وصار عبارة عن كتلة من الأفراد المعزولين الذين لا يستطيعون العمل معاً لنيل الحرية أو نيل ثقة بعضهم البعض. ولسنوات قريبة كانت حتى المبادرة بأي شيء يقود لتخليص شعبنا من جحيم التسلط والقمع الدكتاتوري من قبيل المستحيلات. في بداية التحرير والناس في قمة سكرها بفرحة الاستقلال، انبرى الأمين العام للحكومة الإريترية المؤقتة آنذاك والرئيس الذي نصب نفسه إلها على البلاد والعباد بعد ذلك، إسياس أفورقي، انبرى يتحدث في مقابلة مع صحيفة عربية لا تسعفني الذاكرة في استحضار اسمها الآن عن الديمقراطية وحرية التعبير وتعدد الأحزاب والحق في التظاهر والاجتماع الذي سوف تكفله الدولة الوليدة لشعبها. وكما قال مستطردا إن عملية التحرير لا تكتمل إلا بتطبيق الوعود التي قطعناها على أنفسنا المتمثلة في تحقيق الحقوق الأساسية للإنسان في بلادنا. لكن وفي نفس تلك اللحظة التي كان يتحدث فيها مع الصحيفة والناس طبعا سكارى، كانت أجهزته الأمنية
تقوم بتشميع أحد المكاتب الذي أنشئ بمبادرة من بعض الشباب المهجر، وكان معنيا بتعليم مفاهيم حقوق الإنسان وترسيخ مبادئه الأساسية. وأذكر أن رد فعل أحد هؤلاء الشباب على القرار كان عنيفا وحماسيا للغاية، حيث طرق كل أبواب وقام باتصالاته بالأشخاص الذين يعتقد أن بإمكانهم مساعدته على إعادة فتح المكتب الحقوقي، ولكن باءت كل محاولاته بالفشل الذريع، بل تم تهديده بالملاحقة القانونية وعواقب أخرى أكثر صرامة، والعاقل يفهم ما تعنيه عبارة أكثر صرامة. وبعد ذلك استمر مسلسل التنصل عن كل الوعود، وبدأت مرحلة تجسيد شخصية الرئيس الأوحد وتأليهه عبر قمع كل تحرك إصلاحي وتقليص صلاحيات المؤسسات التنظيمية والسياسية، وبالتوازي خلق مؤسسات أمنية قمعية، إلى أن وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن، التي تجسدت فيها مقولة أن الثورات الشعبية العادلة غالبا ما تواجه بممارسات قمع وحشية تقتل ما تبقى من أمل لدى الناس، وهو ما يحكي عنه واقع الحال الآن في داخل إريتريا. على الرغم من أن المعارضة في الخارج مرت بمراحل حققت فيها نجاحات مقدرة على الأقل في قدرتها على الاستمرار على نهج المقاومة والوقوف إلى جانب شعبها المقهور، وهو موقف ينبغي أن تفتخر به، ولكن فشلها في توحيد جهودها أثر كثيرا على تفعيل العمل المعارض، وهو ما ينبغي أن تتداركه هذه المعارضة في هذه المرحلة الهامة التي تمر فيها البلاد بمنعطف خطير نتيجة لممارسات النظام الدكتاتوري التي أدت ممارساته هذه إلى تصنيف إريتريا ضمن الدول الفاشلة، وهو وضع يترتب عليه عواقب جد وخيمة على السيادة الوطنية. كما أن على المعارضة الإريترية أن تعيد النظر في خيار المقاومة المسلحة، لأن الأيام أثبتت عدم فعاليته، وذلك لإخفاقها في خلق آلية عسكرية موحدة وتشتيت طاقاتها في العمليات المنفردة والتي تقوم بها في فترات متقطعة، ولم تشكل تهديدا حقيقيا للنظام، بل على العكس استغل النظام انطلاق أغلب عملياتها من دول الجوار في التفنن بأريحية في خداع الناس عبر أبواقه الدعائية، تارة بإلصاق تهمة الخيانة العظمى والعمالة للويانة وأمريكا بها، وتارة بوصفها بالعناصر القبلية والطائفية التي تسعى إلى تفتيت المجتمع الإريتري. وهكذا استخدمها النظام في خداع شعبنا سواء في الداخل أو في الخارج. وبما أن حتمية الزمن رغم انحناءاته تتلج بنا إلى مرحلة ما بعد سقوط هذه الطغمة الحاكمة، فإنه ليس من الوعي أن ندخل إلى البلاد بأجنحة مسلحة مختلفة يكون الاحتكام فيها إلى السلاح بدلا من العقل، مما سيؤدي ذلك بالضرورة إلى عواقب قد لا تحمد عقباها. وهنا يجب ألا يحسب ذلك تقليلا من دورها في مقارعة النظام طوال السنوات الماضية، ولكنه أيضا واقع الحال الذي ينبغي عدم إنكاره، وبالتالي يتطلب منا جميعا حرصا معتبرا بغية تغييره إلى واقع أكثر نضجا وفعالية، إذا أردنا فعلا التخلص من هذا النظام الدكتاتوري وخلق دولة ديمقراطية تسودها العدالة الاجتماعية والمساواة بين مكونات المجتمع والتداول السلمي للسلطة، وتكفل فيها جميع الحقوق لحرية التعبير والتظاهر وحرية الانتماء السياسي وتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة لشعبنا. كل الدلائل تشير إلى وهن النظام وضعفه، فما أحوجنا إذن إلى مقاومة فعالة. في ظل عدم اعتراف النظام بوجود المعارضة بشقيها في الخارج أو تلك التي ظهرت في الداخل بدرجات خجولة مثل التحرك الذي قادته مجموعة من القيادات التاريخية في الجبهة الشعبية وأطلق عليه مسمى مجموعة ال15، وذلك في بداية الألفية، أو المقاومة الصامتة غير منظمة من قبل العديد من الكوادر العليا في الدولة، نقول في ظل عدم اعتراف الدكتاتور بوجودهم يصبح مبدأ التفاوض معه أسلوبا غير واقعي على الإطلاق. يتسلط النظام الدكتاتوري على رقاب شعبنا باتباع الخدع لا المبادئ الأخلاقية، لأنه نظام مشوش الأذهان، ولم يعي أنه في اللحظة التي أدرك فيها الناس
أمره انتهى مفعول خداعه، وهو ما يلحظه المرء من فترة وخاصة في هذه الآونة، حيث ظهرت بوادر الوهن والضعف سواء في تخبط خطواته وإفراطه في استخدام القوة في قمع تحرك هنا أو احتجاج هناك، والقيام باغتقالات هنا وهناك أيضا، أو الخوف والحلق الذي بدأ ينتاب عناصره النافذة نتيجة لمقاومة شبابنا النظام الصخرتي أو ما يسمى بالخدمة الوطنية ذورا، إن كان بالحرب أو بابتكار أساليب جديدة غير مألوفة ككتابة شعارات مناهضة للنظام على الحوائط وتنسيقه مع حركات الشبابية في الخارج في نشر أخبار مقاومة شعبنا هناك. وقد تجلى وهن النظام وضعفه في ظهور الاحتجاجات بين أفراد وقادة قوات الدفاع الإريترية، مثل حركة شجاع التي قادها الشهيد ود علي بالتنسيق مع قيادات حزبية ومدنية عليا في مطلع العام الماضي، وكذا مثل التحرك الذي بدأ يتبرر بشكل واعد وجاد داخل الوطن، والذي يتطلب منا جميعا دعمه وتقويته بكل الوسائل المتاحة عبر التحرك السياسي المنظم والفعل الإعلامي الصادق والمكثف وتوفير الغطاء الدبلوماسي المناسب. فالنظام إذن بدأ يفقد أركان قوته الأساسية وأصبح يعيش أيامه الأخيرة، وما تبقى هو تقوية المقاومة بشقيها الداخلي والخارجي، مما يتطلب منها رفع سقف التنسيق المحكم والجيد بينها لأعلى المستويات، وبالتالي الانقضاض عليه وتخليص شعبنا من تسلطه وصلفه، ولا يمكن حدوث ذلك إلا عبر تفعيل التحدي السياسي باعتباره أنجع الوسائل، والتخطيط الذكي باستخدام القدرات العقلية للإنسان، ووضع نهج استراتيجي يستمد قوته من المصادر المتوفرة، مما يتيح لنا المضي قدما نحو تحقيق هدف الحرية والديمقراطية. إن القول الشائع لا تأتي الحرية مجانا هو قول صحيح، حيث أنه لا توجد قوة خارجية تمنح الشعوب المضطهدة الحرية التي تطمح إليها، بل على الناس أن يتعلموا كيف يحصلون على تلك الحرية بأنفسهم، وهذا لن يكون سهلا، وتجربة ثورتنا أثبتت صحة ذلك. فقط ينبغي أن تكون لدينا خطط واضحة للتحول الديمقراطي، بحيث تكون هذه الخطط جاهزة للتطبيق عندما تنهار الديكتاتورية، لأن هذه الخطط تمنع ظهور زمرة أخرى تقوم بمصادرة جهودنا للمرة الثانية، والمرء لا يلدغ من نفس الجحر مرتين. فتجربة الثورة أثبتت فشل القوى الديمقراطية في التخطيط السليم والعقلاني لفترة ما بعد التحرير، مما أضاع علينا مكتسبات باهظة الثمن. لذا يجب أن تكون لدينا خطط واضحة لتأسيس دولة دستورية قوية توفر لشعبنا كافة الحريات السياسية الاجتماعية والاقتصادية. والتخطيط الاستراتيجي السليم لا يبدأ أبدا دون تحديد أجزاء هيكلية معينة في النظام الدكتاتوري والعمل على تحييدها أو التشويش عليها في أبسط الحالات. في المقابل تحديد الأجزاء التي يمكن الاحتفاظ بها حتى لا يحدث فراغ يؤدي للفوضى أو ظهور دكتاتورية جديدة. وعلينا أن نؤمن إيمانا قاطعا بأن التحرير من النظام الدكتاتوري أمر ممكن جدا، ويكون أسرع كلما كان له تخطيط محكم ونضال دؤوب ومنضبط والاستعداد لتحمل بعض الأثمان الباهظة. ختاما، يجب أن لا يعتقد أحد أن مجتمعا مثاليا سيظهر فور سقوط النظام الدكتاتوري المتسلط، فالسقوط الدكتاتورية هو بمثابة نقطة البدء التي تحت ظروف حرية أفضل تتيح المجال لبذل جهود طويلة الأمد لتطوير المجتمع وتلبية حاجياته الإنسانية بشكل أنسب. ونعتقد أن المشاكل سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو جميعها يمكن أن تستمر لسنوات، مما سيتطلب بالضرورة رفع سقف الوعي بين القوى السياسية المختلفة أي لا على درجاته. فعلى النظام السياسي الذي نطمح إليه أن يوفر فرصا متكافئة أمام الناس دون إقصاء أو تهميش طرف من أطراف أي كانت الأسباب. هذا إذا أردنا فعلا استكمال العمل البناء والتطوير السياسي لمعالجة المشاكل في المستقبل. ولك المجد يا شعبي
يا قاهر الظلام. سمعك هو سياس من اللي يمك خبرهم مبارك وابن علي وقذا في السالسوم علي ود عبد الله وبشر لكم سلام أكي مكرايك الروي تركب أسرهم قربت قدم مع الكاوة سياس قلت بأكم سلام قلت بأكم سلام ظالم وجائر حكمنا شعبية أبشر كاي تحزن قبيل إريتريا إيمان ودو صبر إيتيبا الإبدأ بايا خيرك قروب هلا قد تركب انتالة فتيا خاطرك السبرة وفرحتك السبرت كمراتك يتقندل ويركبك حرية مرد يبكى منبرو مثل إلا حكومة اقل حقك من نادل شرفت اقلك لسان من لأزم كتب بديك لأكلك أزيم أفقرونا يلبك لموت من فرها دي ما يسرك بلقل اكتبت وقلت هاقي قل مئسد الرو وبحنتاج اندر ايه شعبي منبرو وبزاني اند سامع وداين عرعرو ود أفورك قل الساسع يا الطاقع ويزبط كبرو هبنا ديبا وردي عيرت هلا هدايوم وهبنا ديبا سبنواي اندلو رعنوايوم وهبنا ديبا عباي عدنا على التعزيوم وهبنا ديبا دارسام عدنا على التسيوم وهبنا ديبا دنقل بعشلو شقرن وهبنا ديبا مرعي فحناه اقرن وهبنا ديبا عمسي حنوت هلا تكبدن وهبنا ديبا حراسات اجنيتن ديب حقفن قبيل قدمت عندك كلموتي هليت اسك مدول تأزيم شباب حق بديت كل دول فنش أقارتو سياس يفتيان سنيت
بهذا وصلنا إلى ختام ساعة اليوم التي نرجو أن تكون قد نالت من رضاكم، حتى يتجدد اللقاء بكم يوم السبت المقبل بمشيئة الله. كونوا بخير وعافية.